احتفل الفنان الشاب أحمد داش بحفل خطوبته على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني في أجواء أسرية، حيث اقتصر الحفل على الأصدقاء والأقارب. ونشر أحمد داش صورة من خطوبته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو انستجرام، وعلق قائلا: الحمد لله. وظهر في خلفية الصورة التي نشرها داش تاريخ الخطوبة 24 أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى أن احتفاله بالخطوبة قبل ما يزيد عن أسبوعين. وفور نشره الصورة انهالت عليه التعليقات بالتهنئة والمباركات من قبل أصدقائه من الوسط الفني وجمهوره ومتابعيه، حيث علق أحمد داود: ألف مبروك يا أخويا حبيب أخوك. وقالت أروى جودة: مبروك، ربنا يسعدكم ويحفظكم يا رب. ويذكر أن آخر أعمال أحمد داش كان مسلسل مسار إجباري الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة عصام عمر وصابرين وبسمة ونور محمود ورشدي الشامي وميار الغيطي وياسمين العبد ومحسن منصور جوري بكر، وإخراج نادين خان وتأليف باهر دويدار. وتفاجأ جمهور أحمد داش بخطوبته التي تكتم عليها لأكثر من أسبوعين. وتساءل الجمهور عن العروس، والتي اعتقد البعض أنها من داخل الوسط الفني، وتوقع البعض أن العروس هي نورين أبو سعدة، وخمن آخرون أسماء أخرى. ولكن بالبحث والتقصي اتضح من خلال الحساب الرسمي لوالدته الدكتورة أمل الشربجي أن العروس هي فتاة من خارج الوسط الفني، وأن حفل الخطوبة كان يقتصر على الأهل والأصدقاء فقط. ويعكف أحمد داش في الوقت الراهن على تصوير فيلم جديد بعنوان نجوم الساحل، بطولة كل من ميان السيد، ليلى عز العرب، أحمد صيام، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، ومؤدي الراب فليكس، مع عدد من ضيوف الشرف من تأليف محمد جلال وكريم يوسف من إخراج رؤوف السيد. وفي ذات السياق يشارك أحمد داش في فيلم شمس الزناتي بطولة محمد إمام، ويشارك في المسلسل كل من أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، طه دسوقي وآخرين، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة. وألف مبروك للعروسين.